السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ حلوين يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة جيلي بالموز. جيلي الفراولة، لان الفراولة بتبقى اكتر طعم بصراحة لايق مع الموز. لو عايزة اي جيلي تاني، اي طعم تاني، مفيش اي مشاكل، بس الفراولة بتليق مع الموز اكتر. هنعمله بتركاية هتخلي الموز ما يسودش معاكي. لو قعد في التلاجة فترة ما مش هيحصل اي حاجة للموز، هيفضل فريش وطازة من جوه ومش هيحصل له اي حاجة. شايفين الموز من جوه فريش وطازه ازاي؟ اكنك لسه مقشراه حالا. التركية دي هتحافظ لك عليه جدا مهما قعد في التلاجة معاكي، واطفالك هيحبوه جدا باذن الله. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف عملناه ازاي. معايا موزة هقطعها كده حلقات. قطعت الكمية المناسبة ليا. الكمية دي حوالي 3 موزات. ومعايا بولة كده هجيبها هفضي فيها كيس واحد بس من الجيلي، واضيف كوباية مية مغلية، وابتدي اقلب شوية كده. هدوبها يعني، وبعدين هضيف كوباية مية ساقعة علشان يساعد لي ان الجيلي يبرد بسرعة. هنضيف كمية الموز المناسبة للحاجة اللي احنا بنصب فيها، وهنصب الجيلي بتاعنا لحد نص الموز كده، وهنرجعه التلاجة. التركية هنا بقى في ان هو بيمسك الموز، لانك لو صبيت الكمية كلها الموز هيطفو على الوش وهيغمق معاكي. اول ما مسك كده هنبتدي بقى نصب باقي الكمية اللي هتغطي معانا الموز خالص، فهتحافظ لي عليه وهتخليه ما يغمقش ويبقى طازة جدا اكنك لسه عاملاه. ده كده خلاص الكمية بقى غطت معايا الموز. لو ما عملناش التركية الاولانية ان احنا صبينا النص ورجعنا التلاجة، كان الموز هيطلع على الوش وهيغمق. فدي كده اللي حافظت لي عليه. شايفين شكله من جوه؟ اتمنى تجربوه باذن الله، واشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.